ازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلاص بقى يا شباب، رحلتنا بدات من دلوقتي. ركز بقى معايا عشان اقول لك ان شاء الله ازاي الطياره بتاعتنا توصل بسلام باذن الله. ركز بقى معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبنا في كل مكان، طلاب ثالثه اعدادي، يا رب تكونوا بخير وحشين جدا. طلاب 2026 المنهج الجديد، ركزوا معانا يا شباب لان الحلقه دي مهمه جدا جدا. هنتكلم دلوقتي بالنسبه لموضوع البدايه بتاعتنا امتى ان شاء الله هتكون على الابلكيشن وعلى اليوتيوب امتى، والاشتراكات يا مستر والعروض وكل حاجه. اول حاجه سريعا كده البدايه يا ابطال ان شاء الله هتكون بعد يوم 8/8 زي طلاب الثانوي كده. ان شاء الله هنبدا معاهم بعد برضه يوم 8/8. طب لا يا مستر بنبدا من دلوقتي، ما الدنيا سهله جدا وانت اصلا ظبطت لنا الدنيا في الكورس الصيفي وعرفنا المحادثه وعرفنا كل الكلام الجميل ده. حبايبنا المنهج اصلا لسه ما نزلش بالنسبه لطلاب ثالثه اعدادي، المنهج الجديد لسه اصلا ما نزلش، بس احنا فتحنا باب الحجز بدري لان احنا الحمد لله ما شاء الله معانا طلاب كتير، فهنقفل عند عدد معين من دلوقتي يا ابطال لحد يوم 8/8 تقدر تشترك عادي جدا. وفي عرض على فكره مهم جدا جدا ورايق قوي، كلم رقم واتس هقول لك كل حاجه بالنسبه للعرض ده. فاحنا من دلوقتي ان شاء الله من يوم 1/8 لحد يوم 8/8 هي دي الفتره بتاعه الحجز يا شباب. بعد كده ممكن عادي نستقبل ناس، ولكن مش هيكون نفس العرض ومش يعني مش نفس الاشتراكات الامان، عشان زي ما قلت لك قبل كده احنا معانا الحمد لله ناس كتير، فعشان كده العدد ده يعني احنا عايزين عدد معين بس. بعد كده العدد هيكون طبعا يعني اعلى من ده بشويه، ومواعيد ثانيه على فكره مش نفس المواعيد اللي هي هتكون ثابته معانا طول الترم. يبقى البدايه يا مستر ان شاء الله بعد 8/8 ايوه، ومن دلوقتي يا مستر عادي ممكن احجز ايوه. هتكلم رقم الواتس هقول لك الحجز وهقول لك كل حاجه. وما تنساش طبعا تسالوا عن الموضوع الخصم والكلام ده، لان انت عارف طبعا كل سنه المستر بيعمل عروض وخصومات وحوارات كتير جدا كده. خلاص طبعا مستر ماشي. ان شاء الله الحصص بقى هتكون ماشيه ازاي؟ يعني احنا مثلا الحصص هتكون مسجله زي الكورس كده ولا هتكون ماشيه ازاي؟ الحصص بتاعتنا يا ابطال بالنسبه للمنهج، ركز بقى معايا، بالنسبه للمنهج اللي هو احنا ان شاء الله هنشتغل فيه الفتره اللي جايه بتكون اول مره يا شباب لايف مباشر مش مسجل. يعني الكلام ده يا مستر يعني انا دلوقتي مثلا هخش معاك الحصه، طبعا لما تعرف المواعيد والكلام ده تبتدي الحصه انت هتكون سامعني وممكن تسالني في نفس اللحظه اللي انا بشرح فيها. طبعا بخليك تفتح المايك عادي وبتكلمنا عادي لايف يا شباب بس مباشر وفي تفاعل، مش بخش الحصه اللي هو مفيش حد هيسال، لا مفيش الكلام ده معانا. احنا معانا طلاب شهاده لازم يسالوا في كل حصه. مستر معلش انا بتكسف من الموضوع ده الصراحه بقى والكلام ده عادي، ممكن عادي بعد الحصه بتكلمنا على الواتس، مستر كان عندي سؤال في الحصه ما عرفتش اساله لك، لان انا عارف هم مش بيسالوا في الحصه دي، في ناس كده بتتكسف وحاجات زي كده، فممكن تكلمنا عادي بعد الحصه مش هي مشكله. طب يا مستر بقى انا ما حضرتش اللايف ده البث المباشر ده، خلاص كده الحصه راحت علينا يا ابني، مفيش حاجه اسمها كده معانا، لازم تشوف الحصه بتاعتك دي. طب ما يا مستر ما هي خلاص فاتت، هعمل ايه دلوقتي؟ الحصص بتاعتنا يا شباب بالنسبه اللي بتكون لايف دي احنا بنسجلها عشان الناس اللي غابت، الناس عندها نور قاطع، النت عندها خلص، عندها مشوار ولا حاجه في الوقت ده، عندها حصص ثانيه او مثلا مواعيد ثانيه وهم حابين يجوا معانا لازم يحضروا معانا، الحمد لله الناس بتحبنا يعني. فعشان كده احنا عملنا الاوبشن ده، الحصه مش هتحضرها مباشر، هتحضرها مسجل ونفس الجوده ويمكن اعلى كمان، لان احنا اللي بنسجل من عندنا، فالحصه بتكون اعلى بالنسبه للجوده اللي احنا بنسجل من عندنا مش من عندك، الحصه مسجله من عندنا، الحصه بتكون عاليه يا شباب خلاص، فالجوده بتكون عاليه احسن من المباشر كمان. وزي ما قلت لطلاب اولى ثانوي كده، الناس اللي بتحضر معانا الحصص الاكتريه يا شباب او الاغلبيه بيكونوا مسجل، يعني هم بيشوفوا الحصص مسجله مش لايف، ففي كده الحالتين كده كده مستفيد بنسبه 100%. ما تقلقش. خلاص كده يا ابطال، يبقى احنا دلوقتي عرفنا البدايه، عرفنا مستر في عرض، عرفنا ان شاء الله ان انت الحصه ممكن تشوفها مسجل ممكن تشوفها مباشر براحتك مش هي مشكله. حلو قوي يا مستر الكلام ده. طب يا مستر معلش بقى، انت كنت مدلع طلاب اليوتيوب قبل كده، طلاب اليوتيوب بقى كنا بننزل حاجات جامده جدا جدا السنين اللي فاتت، خلاص يا مستر كده مش يعني خلاص يا مستر كده مش هتنزل لنا اي حاجه على اليوتيوب يا شباب؟ عمرنا ما ننسى طلاب اليوتيوب ابدا. احنا ان شاء الله على اليوتيوب هننزل برضو قواعد المنهج فقط، هننزل قواعد المنهج، يعني مثلا يونت 1 نشرح القواعد بتاعت يونت 1 بالافكار كلها بتاعت الامتحان الصايعه قوي والصعبه قوي، مش اي حاجه اللي هو احنا يعني باليوتيوب بقى، لا مش حاجه اسمها كده، بننزل افكار جامده جدا 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 يا ابطال على اليوتيوب بالنسبه للحاجه اللي احنا بنشرحها، سواء بقى قواعد سواء مثلا نزلنا امتحان، فانا بديك كل تريكات الامتحان مش بديك اي حاجه خلاص، فانت كطالب يوتيوب برضو هتستفيد بشكل فظيع جدا. بس طلاب الابلكيشن للامانه معاهم يعني كل المزايا، بنشرح كلمات يا شباب، بنشرح ريدنج، بنشرح كل الباراجرافات، بنشرح كل حاجه، بنشرح قواعد، بناخد امتحانات شامله كل اخر شهر عليها جوائز ماليه حلوه قوي على فكره وتقيله كمان، ففي مزايا كتير جدا جدا لطلاب الابلكيشن، طبعا شهادات تقدير بعد كل امتحان. اما طلاب اليوتيوب هو القواعد بس. تمام يا مستر كده؟ فعشان كده ابطال عشان الحلقه ما تكونش طويله عليكم دلوقتي حالا هتكلموا رقم الواتس قولوا له احنا عايزين نحجز مع المستر، عايزين نعرف المواعيد، عايزين نعرف الابلكيشن اللي هو شغال عليه والاشتراكات والعروض وكل الكلام ده، واسال عن العروض والكلام ده، والكتاب برضو اللي المستر هيشتغل بيه ولا هنشتغل مذكره، كلم رقم الواتس هقول لك كل حاجه. اشوفكم ان شاء الله ابطال على خير على اليوتيوب باذن الله قريب، وعلى الابلكيشن طبعا قريب جدا جدا. كان معاكم يا ابطال مستر محمود عبد العزيز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.